افتح الباب بسرعة. هو لسه موجود جوه؟ محدش يقرب منه. في الوقت ده كنت واقف متجمد، مش عارف اتحرك ولا حتى عارف اصرخ. الريحة في المكان كانت غريبة، ريحة دم ممزوجة بحاجة تانية، حاجة كده مش مفهومة. الساعة كانت 3:15 الفجر لما آخر كاميرا في الفندق فصلت، وساعتها عرفنا إن اللي جوه مش مجرد جريمة قتل عادية. الليلة دي في فندق المارينا القديمة كل حاجة بدأت بسؤال بسيط: ليه الفندق مقفول من 10 سنين؟ ومين اللي فتحه النهاردة؟ من اللحظة دي ما كناش بنحقق في جريمة، احنا كنا بنعيشها.